السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين الكرام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وسانكسان كيما العادة. اليوم مع وصفة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال نتوما والاحباب ديالكم. اليوم ان شاء الله لعشاق لباط او معكرونه غنقدمها لكم بطريقه سهله، كتجي لذيذه بزاف وكتوجد بسرعه. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير لهاد الوصفه. لي باط غادي نحتاجو 4 ديال المطيشات كبار من بعد ما غسلناهم مزيان وحكيتهم على هذا الشكل. غادي نحتاجو كذلك اي نوع من لي باط. انا استعملت هذا النوع هذا اللي هو نصف كيلو 500 غرام. عندي هنايا معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، شويه ديال الخرقوم وشويه ديال سكينجبير وشويه ديال الملحه والشونيه وشويه د الابزار وجوج دروس ديال الثومه. عندي بصله كبيره محكوكه، واللي عنده صغيره يدير جوج بصلات. عندي هنايا 4 كاس ديال الزيت النباتيه، وعندي القزبر والمعدنوس مخلط. دابا غادي ندوزو المرحله المواليه، واللي هي غادي نصايب معكم لاصوص طوماط اللي غادي نرافقها مع لي باط. عندي هنايا مطيشه غادي نضيف ليها بصله كبيره محكوكه، واللي عنده بصله صغيره يدير جوج صغار. غادي نضيف ليها القزبر والمعدنوس مخلطين. غادي نضيف كذلك العطريه ومعها معلقه كبيره ديال مركز الطماطم. غادي نضيف ايضا زيت المائده، واللي عنده زيت الزيتون يضيفها، انا ما عنديش درت زيت المائده. غادي نحركها مزيان حتى يندمجوا مع بعضهم، وغادي نحطهم على نار حتى يطيبوا. من بعد ما حطيت لاصوص طوماط ديالنا في البوطه، دابا غادي نضيف ليها كاس ديال الماء باش طيب لينا مزيان. غادي نحركو جيدا وغادي نخليوها فوق البوطه حتى كطيب لينا البصله مزيان وطيب لينا لاصوص. ومن بعد غادي نطفي عليها البوطه وغادي نعاود نرجع معكم باش نوريكم الطريقه ديال باش نطيبوا لي باط ديالنا. خليكم معايا. هانتوما من بعد ما طيبت لاصوص طوماط وجات على هذا الشكل هذا حتى طيبتها مزيان مع البصله والتوابل. دابا غادي نحطها على جنب من بعد ما نطيب لي باط، وغادي نرجع معكم باش نكمل معكم لا فيديو. دابا غادي في طاوه وضعت الماء، وغادي نزيد عليه معلقه صغيره ديال الملحه باش غادي نطيب لي باط ديالي. غادي نضيف عليه شويه ديال الزيت النباتيه، نضيف شويه، ومن بعد غادي نضيف تقريبا معلقه كبيره، وغادي نضيفوا لي باط ديالنا على هذا الشكل حتى غنرميوهم لي باط ديالنا كاملين. وغادي نحركوه مزيان وغادي نحطوه في البوطه باش يطيب لينا، وغنرجع معكم. من بعد ما حطينا لي باط في البوطه غادي نحركها وغادي نخليها طيب، ما نبالغوش في الطياب ديالها. اي نوع ديال لي باط ما خاصوش يطيب اكثر من الجهد ديالو، ما خاصوش يوصل لدرجه انه تبدا كتعجن. الاغلبيه 10 ديال الدقائق كافيه، وكيبقى على حسب النوعيه. كاينه اللي كياخذ الوقت في لي باط بزاف. دابا غادي نخلي لي باط ديالي كيطيبوا مزيان، ومن بعد غادي نصفي لي باط وغادي نرجع معاكم باش نوريكم التتمه ديال نهايه الفيديو. خليكم معايا. من بعد ما طابت لاصوص طوماط ديالنا وكتجي على هذا الشكل، دابا غادي نضيف ليها لي باط ديالنا. غادي نضيفهم وغادي نحرك جيدا حتى كتندمج ليا العناصر، حتى كتندمج لي باط مع لاصوص طوماط. ومن بعد غادي نوضع لي باط ديالي فوق البوطه حتى كتغلي مزيان وكتندمج مع مطيشه.
ومن بعد غادي نرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال لي بات ديالنا. يلا خليكم معايا. المهم الغزالات ديالي، كنتمنى الفيديو او الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. صراحه جات رائعه. كنتمنى تخليو لي تعاليق ديالكم زويونين، كذلك ما تنسونيش بلايكاتكم. شكرا بزاف بزاف للدعم ديالكم اللي هلا يخطيكم عليا. شكرا من كل وقيته كتعطيوها ليا. نقول لكم تهلاو حتى ان شاء الله الفيديو قادم الى كتب الله. ما كنسخاش بكم ولكن ضروري من نهايه الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في ساعة الخير. تهلاو، بسلامة عليكم.